مين فينا لما بنخرج ما بيقولش الله ده انا نفسي في بيبروني او نفسي في بيتزا بالبيبروني؟ بجد من الوصفات الحلوه قوي اللي اكلها بجد تحفه. ويا سلام حتى لو هناكلها كده حاجه سريعه بالبيض، او ناكلها كده في ساندوتش على طول. هي عموما اكله تتحب، يعني عموما البيبروني من الحاجات الحلوه جدا جدا، وعلى طول مش بنعملها في البيت. يلا بينا نعملها النهارده في البيت، واحسن من الجاهزه كمان. هنا معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، حطيتها في الكبة، عليهم معلقتين صغيرين من البابريكا، وعليهم نص معلقة صغيرة من الجنزبيل، ونص معلقة صغيرة من الثوم البودر، ونص معلقة صغيرة من السبع بهارات، وكمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الملح، وفصين من الثوم المفروم، ومعلقة كبيرة من الزيت. ونضرب ده كله في الكبة حلو قوي مع بعض. نضربه لحد ما اللحمة، هوريكم بالظبط هنوصل لقوام ايه. عارفين كأننا بنعمل كفتة، هنخلي اللحمة تطلع الأنسجة اللي فيها كده زي ما هتشوفوا دلوقتي بالظبط معايا. هو ده القوام، شايفين اللحمة طلعت الأنسجة البيضة؟ هو ده اللي احنا عايزينه. هنفرد بقى الاسترتش راب بتاعنا على أي حاجة يعني مستقيمة كده زي ما انتوا شايفين. عملتها على البلانش عادي، وبعدين هبتدي ان انا اعملها كده بايدي زي رول. نسيت صح اقول لكم ان انا الكميه اللي معايا نص كيلو هيعملوا لي رولين، يعني انا قسمت الكميه على جزئين. تمام، يعني دي نص الكميه اللي قدامكم دي، وابتدي الفها كده زي رول بالاسترتش، واعملها بايدي كده، اسحبها كده بايدي بنفس الطريقه بحيث ان الرول بتاعها يطلع مظبوط. تمام، افضل اسحب كده بايدي والف، وبعد كده الحركه الاخيره اللي انا عملتها دي اللي بتخليها تتلف حلوه قوي قوي. وفي الاخر هنيجي من الجنب ده نروح رابطين الرول بتاعنا، ومن الجنب التاني نفس النظام، وهندخلها نجمدها في الفريزر لمده ساعتين. تمام، وبعد كده هنجيب حلة على النار. انا عملت الرول التاني بنفس الطريقة. هنجيب حلة على النار فيها مية بتغلي، وهنزل فيها بالبيبروني بتاعنا اللي احنا عملناه لمدة تلت ساعة تقريبا. وبعد كده هنطلعه من على النار، هيكون بالشكل ده. بجد مش عايزة اوصف لكم ريحته كانت عاملة ازاي. وابتدوا بقى قطعوا البيبروني، اعملوا فيه زي ما انتوا عايزينه. شايفين من جوه شكله عامل ازاي؟ مفيش احلى من كده. بصوا مش هكلمكم على اي حاجه، كفايه ان انا هقول لكم يعني قد ايه انتوا هتبقوا ضامنين الحاجه اللي انتوا بتستخدموها. مش هكلمكم كمان على ان هو اكيد هيبقى اوفر من بتاع بره، بس هو اكيد اكيد طعمه احلى من بتاع بره، واضمن من بتاع بره بكتير جدا. اعملوا بقى بيه بيتزا، اعملوا بيه بيض، اعملوا بيه اي ساندوتش انتوا حابينه. بجد حلو جدا جدا. اتمنى بجد ان انتوا تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو. لو اول مره تشوفوا القناه متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واستنوني فيديوهات جايه كتير، وصفات جايه اكتر. باي باي.